الحمد لله الواحد كان سباق باول تصريحات ان بنزيما في اتحاد جده السعودي، وناس طلعت قالت لي انت جبت الكلام ده منين، وناس اتكلمت وقالت في ريال مدريد. والنهارده يعلن اتحاد جده 3 سنين 3 مواسم ليه بنزيما. يا جماعه السعوديه بتعمل ايه؟ ما شاء الله الدوري ده هيكون قوي جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبدا لا تنسوا الدعاء لامواتنا واموات المسلمين، وصلوا على النبي كده ونبدا الحلقه. حلقه قويه جدا، بس عداد اللايكات كده المحترم يشتغل. اللي بيشاهدنا على اليوتيوب سبسكرايب ولايك وشير، ولو بتابعنا على الفيسبوك فولو البيج ومشاركه. عاوزين الكلام ده يوصل لاكبر ناس ومشاهدين كتيره، لان في كلام مهم كمان للنادي الاهلي. ونبدا الحلقه كده قويه زي ما احنا قلنا سابق قبل كده، قلته في قناتي اللي بنزيما في اتحاد جده السعودي، والناس كلمت وقالت منين لك الخبر. المهم النهارده الحمد لله اتحاد جده اعلنت فعلا عن الصفقه 3 سنوات 3 مواسم يا جماعه لبنزيما. بنزيما هيكون اضافه زي كريستيانو، زي ما انا بقول برضه في الفيديو ان ميسي جاي الهلال، وعندنا كمان دي ماريا، وفي كمان كلام ان مودريتش هيجي ان شاء الله كمان. السعوديه بتعمل ايه؟ بتعمل دوري قوي، عاوزه تعمل ملف قوي جدا عشان كاس العالم 30 ان شاء الله. وان شاء الله السعوديه احنا كلنا بندعمها وكل الجماهير، لان كمان يا جماعه انتوا بتتكلموا ان الدوري هيكون حافل بالنجوم وحاجه قويه جدا. طب لو احنا جينا اتكلمنا كده ايه اللي يفيدنا يا عم بنزيما اللي يروح يتحجد؟ اول حاجه كمواطن عربي وكمسلم انا فرحان ان النجوم ديت في دوري قوي وهيكون الدوري الاقوى في المنطقه. طيب ايه الثاني اللي يفيدنا؟ اللي يفيدنا اللي عندنا فيه كلام اتقال جدا عن عبد الرازق حمد الله، الراجل اللي عنده 32 سنه، وطبعا منتشره جدا على السوشيال ميديا. بس انا هقول رايي، بس هنقول ارقام الراجل ده ارقامه قويه جدا. طبعا انت بتتكلم في بنزيما، فحمد الله هيكون قاعد له طبعا احتياطي ده بلا شك. طيب عبد الرازق حمد الله الراجل اللي انتقل بقى له 3 مواسم من النصر الى اتحاد جده اللي خسر في اخر نسخه قبل النسخه ديت في اخر ماتش يا جماعه. النسخه دي طبعا توج اتحاد جده باللقب. طيب تعال نشوف عبد الرازق حمد الله عنده 32 سنه، موسم 21 و22 هنتكلم في اخر موسمين. الراجل مساهم في 16 هدف، جايب 16 هدف من اجمالي مباريات 21 مباراه. والموسم الحالي يحدث ولا حرج، حمد الله مكسر الدنيا، هداف الدوري السعودي في اجمالي مباريات 31 مباراه. الراجل مساهم في 28 جول وجايب 25 جول، فالراجل ده قوي جدا. طيب حمد الله كان النادي الاهلي عاوزه قبل كده وكان المبلغ قوي. حمد الله حاليا في شهر 6 اللي احنا فيه ده يعتبر العقد بتاعه انتهى، وطبعا هم مش هيجددوا له، لان انت شايف الاتحاد السعودي او اتحاد جده السعودي جايب نجم زي كريم بنزيما، فلازم هيقعد اي حد هيقعد له احتياطي، وبيضحي بنجوم كتيره زي حمد الله. طيب بس احنا هنيجي نتكلم كده، طارق حامد هيبص بنزيما يجيب جول، يا للعجب. فعموما عشان نتكلم ونخش في الموضوع وصلب الموضوع دي اللي مجننا، يعني حاجه هتبقى كبيره جدا، ان حمد الله معروض على النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي المفروض تفكر في اللاعب ده. من وجهه نظري انا حمد الله 32 سنه، حتى لو النجوم او الفرق اللي زي السعوديه او الدوريات حاليا بتجيب واحد زي بنزيما كريستيانو عشان الخبره عشان الاضواء، انا مش محتاج الكلام ده في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حتى الناشئ عنده بيكون عنده الخبره الكافيه. طبعا ده من وجهه نظر 32 سنه، انا مش هجيب لاعب يلعب موسم او 2 حتى لو جاي ببلاش. طبعا هو وارد انه يجي ببلاش، وطبعا مش هقدر اتكلم ان عبد الرازق حمد الله من احسن الهدافين حاليا في الوطن العربي. يا جماعه الراجل بيفكرني ببغداد بنجاح زمان بقوته، وما زال بغداد بنجاح، بس انا بنتكلم راجل سريع، راجل مهاري، راجل فرود بمعنى الكلمه، بيعرف يستلم تحت ضغط. تعال نروح بقى على المباراه المهمه جدا للاعلام المغربي. الاعلام المغربي يا جماعه بيتكلم حاليا ان كله بيتكلم على حسين الشحات واللي حصل في المباراه، فبيقول كل الاعلام طالع يتكلم ان لازم حسين الشحات ده يتمسك من، يعني زي ما بيقول لك واحد يبقى ضده، يعني الفانيلتين يكونوا لازقين في بعض. فانت بتتكلم ان حسين الشحات بالقوه ده، وهم لسه بيتكلموا عندنا الاعلام بتاعنا للاسف اللي قاعدين يتكلموا على الفريق المغربي، عمل الفريق المغربي مش عارف ايه، ده احنا مش عارف ايه. حتى الخبرات من لعيبه النادي الاهلي الكبار اللي هم اعتذروا، اللي هم بيتكلموا ويخشوا في الاستوديوهات، المفروض يتكلموا في النقطه زي دي حماسيه للاعيبه. احنا يا جماعه رايحين 2-1،
طبعا انا اتكلمت في فيديو قبل كده انا صح عندي شك في ان الموضوع يعدي، بس انا هتكلم. الوداد اتظلم قبل كده في مباراه الترجي 2019 يا جماعه في النهائي، وكان على فكره مين؟ جهاد جريشة. جهاد جريشة مين اللي هم دلوقتي بيحاولوا الاعلام المغربي يقول لك جهاد جريشة بيقول ان نتيجه المباراه اخطاء الحكم ما اثرتش في نتيجه المباراه. جهاد جريشة اصلا اللي هو بوظ مباريات كتيره، جهاد جريشة اللي كان هو ظالمهم في مباراه الترجي والوداد، الفضيحه اللي كبرت وكان اتوقف فيها 6 شهور. النادي الاهلي بقى كارثه اللي احنا سمعناها في الاعلام حاليا، ان النادي الاهلي كان مقدم شكوى في الحكم الليبي للاسف، واحنا بنطالب كل الناس تتكلم وتشير الفيديو ده عشان مسؤولي النادي الاهلي يعرفوا الكلام ده ما ينفعش. قبل ما نتكلم عن الموضوع ده عاوزين بس دلوقتي انت ما تنساش اللايك الحلو عشان نعرف نتكلم. طبعا النادي الاهلي فيه سلبيه كبيره جدا، وانا راجل اهلاوي لازم اتكلم في النقطه ديت. اداره النادي الاهلي بتشتغل بشغل طيب قوي ماشي في التوقيت ده. طبعا الوداد لما قدم شكوى في جهاد جريشة وقدم شكوى في الحكام قبل كده اتوقفوا، احنا ليه ما نقدمش؟ لان النادي الاهلي لو اتظلم بعد كده برضه كله هيتجرأ عليه يا جماعه لو ما قدمش. كارثه ان ابو الحكم الليبي ده مترشح لاتحاد الكاف، فهل النادي الاهلي بعد الشكوى عشان ما يشتريش عداوته؟ بس حتى لو انت بتتكلم كلام عقلاني وكلام كويس، النادي الاهلي اتظلم فلازم يجيب حقه، لان احنا فعلا ظلمنا. عندنا في 3 كور رئيسيه ركلتين جزاء وبنتكلم في طرد مش انذار، يعني في حالات قويه جدا، والطرد ده لو كان حصل كان النتيجه 2-0 بغض النظر عن الاعلام المصري، لان احنا فكك والامر منه اعلام بقى مسخره واعلام بيودينا في حته ثانيه. النادي الاهلي بيجهز نفسه ولسه يومين ان شاء الله على السفر باذن الله، القايمه هتكون جاهزه وكل اللعيبه ان شاء الله كويس. على اداره النادي الاهلي تبص في الامر وتتبع خطوات حقوق النادي، حكام غير حكام، المفروض نجيب حقنا يا جماعه، ما عادش فيه السذاجه اللي احنا بنتكلم فيه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.